حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. واليوم بلش رمضان، وكل عام وانتم بخير ورمضان مبارك عليكم. تشوفون اليوم راح اسوي لكم اكلة اسمها صاج بالدجاج. وهذا خبز التورتيلا. وهسه هنا المكونات: دجاج، طبعا اكيد راح تشوفون المكونات بصندوق الوصف. دجاج وفلفل اخضر وبصل وبطاطا يعني فينجر. فيلا خلينا نشوف. بدنا نثرم الدجاج مثل الشاورما. البصل بدنا نثرمه شرائح. هسه بدنا نثرم الفلفل الاخضر شرائح. راح نجيب طاوة ونحط بها زيت ونبلش نقلي المواد. اكيد هسه هذا البصل وهسه اكيد راح نرش ملح. هسه راح نحط الفلفل. نقلي الدجاج. طبعا انتم بكيفكم تقدرون تحطون البصل وفوقها تحطون الدجاج يتقلى وتحطون الفلفل، بس احنا حاولنا نسوي شغله ارتب. حطينا الزيت في الطاوه. احنا لان نريد نسوي هاي صاج اكله مستعجله، بس انتم اذا تريدون يعني تقدرون تنقعون هذا صدر الدجاج بلبن بليمون بخل، يعني حتى يعطيكم نكهه طيبه. بس احنا هسه راح ننقع وراح نحط خل ابيض شويه ونحط طحينه او راشي، حتى هذا نسويها التتبيله للدجاج ونخلط. بس نحط فلفل اسود. اوكي، بهارات دجاج تطلع بس يدك ماجده، يعني احنا نريد البهارات. شنو سبحان الله، هاي بهارات دجاج. وشو كمان؟ شوية ملح. تشوفون ترى ايدها تطلع لنا ايدها متقصدة. وكركم. وهسه راح ندير الخلطة فوق الدجاج. واحلى صاجية راح يطلع. راح ندير ملح. نسوي الصلصة اللي نحطها على الصاج، خبز الصاج. هاي خلينا ليمون وخلينا راشي. وشوفي كمان هاي خلينا مايونيز. خلاص. وراح نحط مايونيز وياه ونخلط. دجاج فوق البصل والثوم. تسلم الايادي، تسلم الايادي. لسه شغلتنا مطاولة.
اذا تريدون تعصرون ثوم يعني انتم براحتكم، بس انا ما احب ريحه الثوم تكون قويه. هجوم على الاكل. هسه احنا هنا خلينا الدجاج وهاي الصلصه، بس بدنا ننتظر تستوي الفنجر حتى نسوي الساندويشات. هسه راح نبلش بالساندويشات. حطينا الصلصه، هسه خلطة الدجاج. كثري كثري خلي يصير ايدك كريمة. وهسه راح نحط البطاطا. ونلفها. يعني هذا يعتبر فطور خفيف ولذيذ، ويا طبعا اكيد شوربه. كملناها السندويشات، راح نحطهن بالطاوة شوية بس نشوحهن، وبعدين نحطهن بالفرن وعليهن الجبن. يمي. وهسه هاي بدون زيت بس نشوحهن. هسه نقلبها، اخذت اللون الذهبي. ياه اللون الاشقر. وهسه هاي بالقاع مال البايركس راح نحط الصلصه اللي بقت. طبعا اكيد مقصقصه ونحطها. وهسه خلاص هذا التبسيل، وان شاء الله يعجبكم، وصحتين وهنا علينا وعليكم.